اليوم طبختنا سهلة وصحية وما بتاخد كتير وقت بالتحضير، بس بدها شوية وقت لتنطبخ على النار. الفيديو اليوم برعاية ابني الصغير، مشارك معي بالتسجيل الصوتي للفيديو. يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح شارككم طريقة تحضير التعظيمة. بالمناسبة اكتبوا لي شو بتسموها ببلدكم. هي عبارة عن لحمة بعظمه بنطبخه وبنحط له يا قمح يا رز. غسلت اللحمة مرتين بالمي والملح، حطيتها بالطنجرة، غمرتها بالمي. وأنا رح استخدم طنجرة الضغط لأنه أسرع بكتير من الطنجرة العادية. حطيتهم على النار وشلت الرغوة البيضاء اللي طلعت على الوجه وحطيت المطيبات. وطبعا استخدموا المطيبات يلي انتو بتحبوها. أنا استخدمت قرفة، زنجبيل، خولنجان، غار، وثلاث بصلات كبار مقطعين لمربعات مثل ما شايفين. وسكرت الطنجرة، ومن لما بلشت تغلي عيرت لها ساعة. وطبعا وقت طبخ اللحمة بيتكل على نوع طنجرة الضغط يلي عم تستخدموها. وأنا بهيدي المرحلة عطول قبل ما أحط القمح بشيل لولادي وبشربهم من هيدا المرق لأنه كتير مغذي وكتير طيب. بحط لهم عليه ملح وحامض وبشربهم. وأنا ما حطيت ملح بالأول لأنه الملح بيخلي اللحمة تطول لتستوي. بهيدي المرحلة حطوا الملح وعدلوه على ذوقكم. وطبعا هيدي الأكلة فينا نحط مع قمح مقشور أو رز أو برول أو شو بتحبوا. أنا استخدمت قمح مقشور، نقعتهم بالمي من قبل بليلة أو بالقليل 12 ساعة. وطبعا حطوا الكمية اللي انتوا بتحبوها. إذا بدكم المرق يكون كتير سميك كتروا الكمية. أنا بالنسبة لإلي ما بحب المرق يكون كتير سميك، فما بحط كمية كبيرة. ورجعت ضغطت الطنجرة مدة 45 دقيقة أو لحتى استوى القمح. وطبعا مثل ما ذكرت بأول الفيديو، وقت الطبخ بطنجرة الضغط بيتكل على نوع الطنجرة اللي عم تستخدموها. وشوفوا كيف اللحم عم ينزل عن العظم بكل سهولة. هيك يعني طبختنا صارت جاهزة. ريحتها بتشهي وطعمها وشكلها بيدفي القلب، خاصة بهالأيام الباردة. أنا بشيل العظم الكبير منها حتى ما يستصعبوا الولاد أكلها، وهيك بياكلوا بأقل فوضى ممكنة. بنقدمها مع عصير الليمون الحامض. وأنا بالنسبة لإلي بعتبرها من أسهل الأكلات الشتوية الدافية والمغذية، لأنه بنحطها بطنجرة الضغط وبتطبخ لحالها على النار. من زمان كانت صعبة لأنه كنا نطبخها على الغاز أو على الحطب من دون طنجرة ضغط، كانت تاخد مننا وقت كتير وتحريك كتير. خبروني بالتعليقات إذا بتوافقوني الرأي إنها سهلة ولا لا. وإذا عجبكم الفيديو وعم بتحبوا المحتوى اللي عم نقدمه، ما تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد أول ما مننزله. وألف صحة وهنا على قلبكم.